صلي على النبي يا سيدي. بصوا يا باشوات، المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على الدوله العثمانيه. قلت لك والله العثمانيين جم عشان يسيطروا على مصر بعد لما المماليك عملوا معاهم القله في معركه جلدرة. طيب العثمانيين بعد كده عملوا ايه يا حبايبي؟ سيطروا على الحجاز. طيب هم سيطروا على الحجاز ليه؟ ايه السبب اللي خلاهم يسيطروا على الحجاز؟ بص يا حبايبي، اي خليفه عايز يعمل دوله اسلاميه فكان دايما تركيزه كله ان هو يسيطر على ايه؟ على الحجاز. ليه؟ حد يعرف ليه؟ عشان هي اللي فيها الحرمين الشريفين. فهو حضرتك اول لما بيسيطر على الحجاز بياخد لقب جديد اسمه حامي الحرمين الشريفين اهو. فقال لك يا فندم عندي الحجاز اهو سيطر عليها الخليفة العثماني وأصبح حامي الحرمين الشريفين. طيب بعد لما الخليفة العثماني يا حبايبي سيطر على الحجاز قام جاي اتنقل للنقطة اللي بعدها. سيطر على ايه بعدها يا فندم؟ سيطر بعدها يا حبايبي على اليمن. طيب انا ممكن افهمك يا خليفة لما سيطرت على الحجاز عشان تاخد لقب حامي الحرمين الشريفين. طب يا خليفة يا عثماني هو انت رحت سيطرت على اليمن ليه؟ قال لك اصل يا فندم فانا عايز اسيطر على اليمن. ليه؟ قال لك يا فندم لجعل البحر الاحمر بحيرة اسلامية. عشان اخلي البحر الاحمر يا حبايبي بحيرة اسلامية اي مسيطر عليها المسلمين، فالمسلمين يبقوا بيتحكموا في التجارة اللي جايه من كل حته في اوروبا. بعد كده يا مستر احمد احنا وقفنا عند النقطه دي. تعالى بقى نتكلم دلوقتي عن احوال مصر تحت الحكم العثماني. مصر يا مستر احمد تحت الحكم العثماني كانت عامله ازاي؟ احنا قلنا دلوقتي خلاص ان العثمانيين سيطروا على مصر، بقت ليهم السيطره الكبرى في مصر بعد طرد المماليك. طب تعالى اما نعرف مع بعض بعد ما سيطرنا على مصر ايه اللي حصل في مصر. قال لك يا فندم خلينا اول حاجه نتكلم عنها ونقول اهو اولا الحياه السياسيه والاداريه. الحياه السياسيه وايه يا حبايبي؟ والاداريه. الحياه السياسيه والاداريه يا حبايب القلب، العثمانيين اول ما سيطروا على مصر اول حاجه عملوها فيها وضعوا نظام اداري له. طب ليه؟ قال لك يا فندم عشان ما يحصلش فينا هاديه مثلا زي ما حصل في الدوله العباسيه، ما اروحش عين والي فالوالي يستقل بحكم مصر. هي مش الدوله العباسيه الولاة في العصر الثاني كانوا بيستقلوا وعملوا الدول المستقله اللي احنا اتكلمنا عنها؟ طب ده كان بسبب ايه؟ ضعف الخلافه وبعد المركز بتاع الخلافه، عشان المركز كان في بغداد صح؟ طيب مركز الخلافه العثمانيه فين؟ في الاستانه اسطنبول تركيا، فبعيد جدا. فقال لك يا فندم بعد ان نجح العثمانيون في السيطره على مصر وضعوا نظاما اداري لها. ويجي هنا يا فندم يقول لك بما تفسر ليه العثمانيين حطوا نظام اداري ليه؟ والنظام الاداري اللي حطه العثمانيين كان نظام صارم قوي، كان نظام قاسي جدا. وهتعرف ليه؟ لان النظام الاداري بتاعهم كان متقسم لاربع مراحل او اربع حاجات رئيسيه. طيب النظام الاداري اللي هم حطوه ده حطوه ليه؟ قال لك يا فندم بكل بساطه عشان لضمان خضوعها وعدم استقلالها، عشان ابقى ضامن ان مصر تفضل خاضعه ليا، وابقى ضامن في نفس الوقت ان انا مش هحط والي في المنصب فالوالي ده يعمل ايه؟ يستقل بالحكم. طب انت ليه حطيت النظام ده
غير الخضوع وغير الاستقلال، قال لك يا فندم لبعد مصر عن مركز الخلافه العثمانيه اللي موجود فين يا حبايبي؟ في اسطنبول. تمام؟ عشان مصر بعيده عن مركز الخلافه العثمانيه، وفي نفس الوقت صعوبه المواصلات في ذلك الوقت. ليه؟ لان حضرتك لو حصلت عندي اي مشكله في مصر، على بال ما الخليفه يركب الحصان بتاعه ويجي من تركيا لحد مصر ويعدي على المراكب ويعمل الليله دي كلها، هتكون مصر خلاص اصلا. تمام؟ اللي سيطر عليها سيطر والجيش وقف وكل حاجه تمام. طيب النظام الاداري او النظام السياسي والاداري في الدوله كان مبني على ايه؟ مبني على 4 حاجات رئيسيين: الوالي او الباشا، الحاميه العثمانيه، امراء المماليك، واخر حاجه الديوان. يبقى اقول معايا كده واحده واحده مع بعض. النظام الاداري كان مبني على كام حاجه؟ النظام الاداري كان مبني على كام حاجه؟ قول ورايا: والي او باشا، حاميه عثمانيه، امراء مماليك، واخر حاجه الديوان. اخر حاجه ايه؟ تعالى الاول نتكلم عن رقم 1، الوالي او فاكر حضرتك نظام حكم الخلافه الاسلاميه؟ مش انا قلت لك حدود الدوله متسعه جدا، فمش هقدر انا كخليفه احكمها لوحدي، لازم احط ولي يساعدني في اداره شؤون البلاد. وفي الاخر ايه اللي حصل لنا؟ خدنا على قفانا من كل الولاه، وكل ولي كان بيجي يحكم مصر كان بياخدها ويستقل بحكمها. صح ولا غلط؟ طيب انتم بقى يا عثمانيين خدتوا نفس نظام الولاه بالظبط. طب هتعالجوه ازاي؟ قال لك قبل ما نعالجه ازاي يا مستر، تعال نعرف الولي ده بيحكم منين اصلا. قال لك يا فندم الولي عندي في الدوله العثمانيه اهو كان مقره القلعه. كان مقره ايه يا حبايبي؟ القلعه بتاعت الحكم. الولي كان بيبقى قاعد فيها زيه زي الخليفه بالظبط. طيب مده حكمك يا ولي قد ايه؟ قال لك يا باشا تتراوح مده حكمه من سنه الى 3 سنوات. طب ليه؟ بما تفسر. مدة حكم الوالي يعني الوالي اللي بيحكم مصر ممكن نغيره بعد سنة أو ممكن نغيره بحد أقصى بعد 3 سنين. يعني آخر حاجة للوالي بيحكمها 3 سنين. بعد 3 سنين بنعزله حتى لو كان كويس يا مستر، حتى لو كان كويس. طب أنت ليه بتعزل الوالي يا مستر؟ قال لك يا فندم عندي حتى لا ينفرد بحكم مصر، حتى لا ينفرد بحكم مصر، عشان الوالي ده دماغه ما توزوش فيقوي نفسه. فاكرين مين اول واحد انفرد بحكم مصر؟ لا، اول واحد انفرد بحكم مصر احمد بن طولون. هو اول من انفرد بحكم مصر. ليه؟ احمد بن طولون يا حبايبي حكم فتره كبيره. فايه اللي حصل؟ ففي الفتره دي بدا يقوي علاقته بالشعب المصري، بدا يقرب منهم، بدا يجمع الضرايب ويبني بيها جيش غير جيش الدوله العباسيه. فبالتالي بقى عندي جيش، بقى عندي سلاح، الناس بتحبني، فانا اقدر دلوقتي انفصل عن الدوله. صح ولا غلط؟ طيب فحد دلوقتي ممكن يجي في دماغه سؤال، وسؤال حلو قوي لو جه في دماغ حد يعني، طب ما الوالي ممكن في ال3 سنين يقرب من الشعب وياخد الضرايب ويعمل جيش ويعمل ده كله، صح؟ اقول لك لا، ما مهمه الوالي في الوقت ده كانت مقتصره على حاجه واحده بس، ياخد التعليمات من الخليفه يقولها للشعب والجيش، ويقولها عفوا للشعب والحكومه عشان ينفذوها، ويشرف على تنفيذها. دي مهمه الوالي بس. انا يا باشا هقول لك اوامر، انت تقول الاوامر للحكومه والشعب وتقف تتفرج وهي بتتنفذ، ما تنفذتش بتبلغني وانا هتصرف. ولا بيجمع ضرايب ولا بيمسك فلوس في ايده ولا اصلا بينزل من قصره ويتعامل مع الناس. فكده لو تاخد بالك العثمانيين عملوا ايه في الوالي؟ عزلوه عن الشعب. العثمانيين عملوا ايه مع الوالي؟ عزلوه، لدرجه ان الشعب في فتره من الفترات ما كانش عارف مين الوالي اللي بيحكمه. ما هو انت مش هتعرف ازاي؟ انت ما بتشوفوش اصلا. تمام؟ طيب ادي كده الوالي عندي في مشكله، في مشكله. يبقى تاني مده حكم الوالي يا حبايبي تتراوح بين ايه وايه؟ من سنه ل3 سنين. من سنه 3 سنين. طب مقره كان فين؟ في القلعه. مقره كان فين؟ في القلعه. طيب ليه كان بيحكم من سنه ل3 سنين؟ حتى لا ينفرد بحكم مصر. حتى لا ينفرد، حتى لا ينفرد. حلو الكلام. طيب بعد الوالي يا مستر، بعد الوالي في المكانه على طول في طبقه الحكم بتيجي بعده يا حبايبي رقم 2 الحاميه العثمانيه. ايه الحاميه العثمانيه دي؟ الجيش ايام زمان يا حبايبي كان بيتقال عليه حاميه.
تمام. فالعثمانيين هم ماشيين من مصر، خلاص ما هو الخليفه خلاص نجح في فتح مصر وسيطر عليه، فالخليفه مش هيفضل قاعد مكانه، هيروح مقر الحكم بتاعه. فقال لك ايه بقى وهم ماشيين؟ ترك العثمانيون بعض الفرق العسكرية في القاهرة والمراكز الرئيسية في مصر. العثمانيين هم ماشيين سابوا بعض الفرق العثمانية. ما هو الجيش عندي بيبقى متقسم فرق، صح؟ مش الجيش دلوقتي بتلاقي فيه مشاة ودفاع جوي وطيران وهكذا، ما هو الجيش في الوقت ده برضه كان متقسم. فالعثمانيين وهم ماشيين من مصر يا حبايبي سابوا شوية فرق موجودة فين بقى؟ في القاهرة اللي هي العاصمة، والمراكز الرئيسية في مصر، يعني اسكندرية، تمام؟ يعني العريش، المدن اللي على الحدود او المدن اللي ممكن يجي لك منها احتلال. طب انت ليه سبت؟ سؤال مهم، بما تفسر انت ليه سبت الناس دي؟ قال لك يا فندم بص بقى، مش انا قلت لك الولي مش هيجمع الضرايب، صح؟ الحمايه العثمانيه هي اللي هتجمع الضرايب، الحمايه العثمانيه هي اللي هتجمع الضرايب. فقال لك يا فندم هو سابهم هناك رقم واحد لجمع الضرائب، رقم اتنين حفظ النظام وحماية البلاد، عشان احفظ نظام الدولة واحمي البلاد. ليه؟ برضه لو تاخد بالك، وهنا بتظهر فايدة التاريخ اللي انا كنت قايل لك عليها قبل كده، العثمانيين كانوا ناس مثقفين شوية، فهم شافوا من العباسيين عملوا ايه وغلطوا فيه وراحوا عملوا عكسه تماما. العباسيين عملوا ايه؟ سلموا مفاتيح الدولة للوالي، صح؟ هو اللي بيحرك الجيش، هو اللي بيجمع الضرايب، هو اللي بيعمل كل حاجة، صح؟ لحد ما جه بعض الولاة ما كانوش بيودوا الضرايب للعباسيين، لو تفتكر كانوا بياخدوا الضرايب يقووا بيها جيشهم عشان يحاربوا العثمانيين بعد كده، او يحاربوا عفوا العباسيين بعد كده. طيب فالعثمانيين لما جم بعدهم عملوا ايه؟ قال لك يا باشا انت وظيفتك محدوده، اخرك هنبلغك اخبار تقولها للناس بس، مش هتجمع ضرايب ولا هتنزل للشعب ولا تقرب من حد. فتره حكمك من سنه ل3، في خلال السنه عملت قلق مع السلامه، هات واحد مكانه. كملت ال3 سنين بتوعك يا باشا وانت محترم ومؤدب، والله العظيم هنسيبك خلاص، يعني مش هنحبسك او هنعاقبك، لا هنعزلك ونعين واحد مكانك، بس انت هيكون ليك مكانه خاصه، تمام؟ طيب بعد كده بعد الوالي قاموا جايين حاطين له الحمايه العسكريه. الحمايه العسكريه دي فرق من الجيش العثماني، بتعمل ايه؟ بتحفظ الامن والنظام وبتحمي البلد، ورقم 2 هي اللي بتجمع الضرايب وبتبعتها للخليفه العثماني. طيب طب مستر احمد، هو مش ممكن حد من الجيش هو اللي ينفرد بالحكم، صح؟ على فكره سهله خالص، ما هو الجيش هو اللي بيجمع الضرايب، صح؟ واحنا اللي معانا الاسلحه، صح؟ اما احنا ممكن نقوي نفسنا ونشيعك، هتبقى ايه المشكله يعني؟ تمام؟ ونطلع يا باشا على الوالي نقوم جايين قاتلينه، ما هو معهوش اسلحه، ونحكم احنا مكانه. عشان كده بقى سليم الاول عمل حركه ذكيه، ودي اللي انت ممكن تكون استغربتها في النظام الاداري. انت ما خدتش بالك ان احنا قلنا رقم 3 امراء المماليك؟ امراء المماليك بيعملوا ايه؟ قال لك يا باشا بص، رقم 3 عندي اهو امراء المماليك. امراء المماليك، امراء المماليك كانت ليهم مهام مختلفه. ما هي مهام امراء المماليك يا مستر؟ قال لك يا باشا ابقى السلطان سليم الاول على بعض المماليك في اداره شؤون الاقاليم. شفت الاقاليم اللي هي محافظات مصر؟ سليم الاول لما دخل مصر يا حبايبي قال لهم مش كل المماليك هيتعزلوا، في مماليك هنخليهم زي ما هم بيديروا شؤون الاقاليم. طب ليه يا سليم يا اول؟ قال لك يا باشا هو انا لسه هجيب واحد من تركيا
وعلمه ازاي يتعامل مع الشعب، ويغلط فنصلح له، ويغلط فنصلح له. لا، المماليك دول عايشين مع الشعب المصري بقالهم زمان، فهم عارفين يتعاملوا معاهم ازاي، صح ولا غلط؟ فانا هستغل المماليك في ايه؟ قال لك يا باشا بستغلهم اهو لخبراتهم الطويلة في حكم البلاد. هستغل يا حبايبي المماليك عشان عندهم خبرة كبيرة جدا في حكم البلد، عارفين الشعب والشعب عارفه. مش هجيب لهم واحد تركي غريب من بره يحكم الشعب فالشعب يبقى متضايق منه ومش فاهم ايه اللي بيحصل. طيب رقم 2 بقى، وده السبب الاساسي لبقاء امراء المماليك، خلي بالك، يعني ده سبب ظاهري. يعني من الاخر انا مثلا نوايا خبيثه، بس طلعت قدام الناس قلت والله انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا، ولا بلاش بدل ما نتحبس انتوا مش عارفين ان انتوا حبايبنا ولا ايه؟ تمام؟ بس انا نوايا خبيثه. طب انت ايه النيه الخبيثه يا سليم يا اول بتاعك اللي انت مخلي عشان امراء المماليك؟ قال لك يا باشا الحفاظ على التوازن بين الوالي والحامية. ركز في النقطة دي عشان النقطة دي مهمة جدا. سليم الأول خلى أمراء المماليك موجودين عشان يحافظ على التوازن بين الوالي وبين الحامية العثمانية. عارفين يعني إيه؟ بص يا سيدي، نفترض مثلا دلوقتي عبد الله راجل مشاغب، تمام؟ بتاع مشاكل، وكل ما يقعد مثلا في الحصة بيعمل قلق وبيصدعنا ومش عارفين نسكته، تمام؟ فسليم الأول عمل إيه؟ مش هقوم كل شويه عبد الله اضربه. فقام جاي ايه اللي حصل؟ جبت مثلا مازن، واحد زيه ما بيريحش نفسه. بص بقى ركز في الحركه دي، تمام؟ جبت مازن واحد زيه ما بيريحش نفسه برضك، وقمت جاي مقعدهم هما الاثنين جنب بعض، تمام؟ وقلت لهم لو حد فيكم اتكلم هضربكم انتوا الاثنين. لو حد فيكم اتكلم هتتضربوا انتوا الاثنين. فدلوقتي هم قدامهم اختيارين، لا الاثنين هيقعدوا محترمين، لا اما اللي هيعمل فيهم شغب فالتاني هيرفع ايده عشان يقول بسرعه عشان ما يتضربش معاه. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ده اللي سليم الاول عمله. الولي لو حاول يستفرد بالحكم امراء المماليك مش بيحبوه فيروحوا يقولوا من الخليفه العثماني. الحمايه العسكريه او الحمايه العثمانيه لو حاولت تنفرد بالحكم فالوالي مش بيحبهم فيروح يقول للخليفه العثماني. فالخليفه العثماني عمل نظام اداري بمعنى اصح كلهم بيفتنوا على بعض فمحدش فيهم هيغلط. فهمت هو عمل ايه؟ هو حط امراء المماليك عشان دول اللي مكروهين من الاثنين اللي فوق، صح؟ طب انا حطيت لك حد انت بتكرهه عشان تبقى قاعد محترم. ليه؟ عشان انت لو اتكلمت اللي انت بتكرهه ده هو اللي هيرشد عنك. تمام؟ طيب لو حد فيكم غلط دول هيقولوا لي ليه؟ عشان يكسبوا مودتي، عشان هم عايزين يقربوا مني. تمام؟ طيب لو امراء المماليك هم اللي غلطهم فالاثنين التانيين هيبلغوا عنهم، هيروحوا يقولوا شفت يا سليم الامراء اللي انت حاططهم في وسطنا باعوا الدوله. فهمتم هو عمل كده ليه؟ حط امراء المماليك. هو ده بقى المعنى بتاع حفظ التوازن بين الوالي والحمايه العثمانيه حتى لا يستبد احد منهم بالحكم، عشان ما حدش فيهم يفكر ان هو ياخد الحكم لنفسه. تمام؟ فهي دي اللعبه بقى، وهي دي الاجابه على الاسئله اللي في دماغ سعادتك. هو مش ده ممكن ينفرد، هو مش ده ممكن ينفرد، قام جاي حاطط لك رقم 3. ابقى وريني هتنفردوا ازاي. انا كده كده حاطط لكم ناس هتفتن عليكم، سواء اي حد فيكم حاول ينفرد بالحكم التاني هيفتن عليكم. طيب ادي كده عندي امراء المماليك الحاميه والوالي. في حد في مشكله فيهم؟ حد في نقطه مش واضحه؟ طيب على العموم لو انا بشرح وفي نقطه مش واضحه ارفع ايدك بس قول لي ايه ده تاني. طيب بعد كده يا حبايبي عندي بعد الوالي وبعد الحمايه العثمانيه وبعد امراء المماليك عندي اخر حاجه خالص في النظام الاداري وهي الديوان. اهو رقم 4 يا حبايبي، القلم ما اتخلص. الديوان رقم 4 عندي يا حبايب الديوان. تمام؟ الديوان عندي عملوا ايه يا حبايبي في نظام الديوان بقى؟ بص يا باشا، عملوا ديوانين. ديوان اسمه اهو الديوان الكبير. ديوان اسمه الديوان ايه يا حبايبي؟ الكبير. الديوان الكبير ده بيتكون من مين؟ قال لك يا باشا اهو الديوان الكبير ده كان
يتكون من كبار رجال الجيش والعلماء والقضاة. الديوان الكبير ده كان كبار رجال الجيش والعلماء والقضاة. طيب حضرتك عملت الديوان الكبير ده ليه؟ يعني هم بيجتمعوا امتى؟ قال لك يا فندم اهو كانوا يجتمعون عند مناقشة القضايا المهمة والخطيرة. يعني مصر بتتعرض مثلا للاحتلال، مصر بتتعرض لهجوم عسكري، مصر بتتعرض لايا كان، فحضرتك الديوان الكبير ده يقعد مع بعض ويجتمعوا في القصر يشوفوا هم يعملوا ايه بالظبط. بص يا باشا، فقال لك يا باشا عندي كانوا يجتمعون عند مناقشه القضايا المهمه والخطيره. يعني الدوله الاسلاميه بتتعرض لخطر معين، الدوله الاسلاميه بتتعرض لحاجه، فالديوان الكبير ده يعملوا اجتماع طارئ ومهم في القصر، وفي خلال الاجتماع ده نبدا نناقش مع بعض احنا هنواجه الخطر ازاي. والديوان الثاني مش محتاج اقول لك كان اسمه الديوان ايه؟ الصغير. تمام؟ عندنا واحد كبير نعمل واحد صغير. تمام؟ فقال لك يا فندم عندي اساتذه صوت، قال لك يا فندم عندي رقم 2 الديوان الصغير. الديوان الصغير ده بقى كان بيتكون من مين؟ قال لك يا باشا بص، كان يتكون من كبار موظفي الولاية، كبار الموظفين اللي موجودين في مصر، اللي من الاخر ماسكين كده زي السجل المدني بتاع الشعب، اللي هم عارفين الشعب كله وبيمسكوا الضرايب وهم اللي بيجمعوا الضرايب وهم اللي بيعملوا كل حاجه. الديوان الصغير ده كان بيتكون منهم. طب الكبير يا مستر بيجتمع او بيناقشوا مع بعض قضايا المهمه والخطيره. الصغير بقى كانوا بيعملوا فيه ايه؟ قال لك يا فندم كانوا يجتمعون يوميا، كانوا بيجتمعوا كل يوم في قصر الوالي. الديوان الصغير كبار الموظفين كان عندهم اجتماع كل يوم في القصر بتاع الوالي. ليه؟ قال لك يا باشا لمتابعة او لمناقشة شؤون البلاد. كانوا بيجتمعوا كل يوم يا حبايبي في قصر الوالي عشان يعرفوا الوالي والله احنا نفذنا القرار ده النهارده، طب احنا عملنا القرار ده النهارده، طب احنا عملنا كذا وعملنا كذا. فالوالي يكتب الكلام ده كله ويبعته للخليفه يعرفوا ان الوضع مستتب والدنيا تمام. طيب ده كده بالنسبه للحياه السياسيه والاداريه. في مشكله؟ في مشكله؟ تعالى بعد كده على القضاء. في الفتره بتاعت حكم المماليك يا حبايبي. طيب فبص يا حبايبي القضاء، تمام؟ العثمانيين عملوا ايه في القضاء؟ قال لك يا باشا قام العثمانيون عملوا ايه بقى؟ قال لك يا باشا رقم 1 اول حاجه عملوها الغاء قضاة المذاهب الاربعه. راح لغى قصه المذاهب الاربعه دي، قال لك يا باشا مفيش حاجه اسمها احنا هنحكم حسب كل مذهب. وعمل ايه بعدها؟ قال لك يا باشا رقم 2 جعل جميع الاحكام الشرعيه في يد قاضٍ واحد من الاتراك. خلى جميع الاحكام الشرعيه، ما هو احنا يا حبايبي دلوقتي لما بنيجي نحكم على حد في قضيه بنحكم عليه بالشريعه الاسلاميه، مش بنحكم عليه بالمزاج. تمام؟ يعني حضرتك اما تفكر مثلا يقول لك اللي سرق 15 سنه ولا مش عارفه ايه، تمام؟ ايا كان، يعني ما تفكرش ان الاحكام دي بتطلع بالحب. تمام؟ لا، هي بالشريعه الاسلاميه، مده العقاب ده بيتاخد من الدين الاسلامي. فالعثمانيين لغوا فكره المذاهب الاربعه دي اصلا، قال لك لا ما فيش الكلام ده. تمام؟ وعملوا ايه مكانه؟ خلى جميع الاحكام الشرعيه، يعني اي حد في اي قضيه اللي بيحاسبه قاضي واحد وهو من الاتراك. وكان الخليفه العثماني بيبعت القاضي ده من الاستانه. عارفين الاستانه دي ايه؟
العاصمه بتاعت الخلافه العثمانيه، الاستانه اللي هي عاصمه الخلافه العثمانيه اللي هي اسمها دلوقتي اسطنبول في تركيا. طيب ادي كده القضاء، في حاجه خلص القضاء. طيب بعد كده يا حبايبي عندي ثالثا الحياه الاقتصاديه. والحياه الاقتصاديه هنا بتميز الدوله العثمانيه في حاجه، لان احنا لما جينا نتكلم على اي دوله في الحياه الاقتصاديه بتاعها قلنا لحضرتك ايه؟ قلنا لحضرتك ان كان في ازدهار وعملوا كذا وعملوا كذا، صح؟ لكن لا، الحياه الاقتصاديه في الدوله العثمانيه كانت متدهوره، راحه في 60 داهيه. تمام؟ العثمانيين اهتموا يا حبايبي، خلي بالك بقى، العثمانيين اهتموا انهم ما يكرروش غلط العباسيين، صح؟ انت مش واخد بالك ان كل القرارات ضد الحاجات اللي كان بيعملها العباسيين؟ طيب عشان دولتهم ما تنهارش، صح؟ فهم اهتموا بنظام الحكم قوي، قفلوا الحكم قوي يا مازن، ونسوا يدخلوا فلوس للدوله، نسوا يعملوا حاجه تجيب فلوس اصلا. تمام؟ فاحنا قلنا عندي 3 اسس بيقوم عليها اقتصاد اي دوله في العالم. حد فاكر ايه ال3 اسس؟ زراعه، صناعه، وتجاره. فتخيل ان ال3 كانوا بايظين، ال3 ما فيش واحده فيهم شغاله. تمام؟ فقال لك بص، تدهورت الاوضاع الاقتصاديه في وقت حكم العثمانيين لمصر على النحو التالي. ايه اللي حصل يا حبايب قلبي؟ قال لك يا باشا لما اجي ابص، اول حاجه رقم 1 اما اجي ابص عندي على الزراعه. بص يا حبايبي، الزراعه والصناعه والتجاره 3 اسئله بما تفسر. بما تفسر تدهور الزراعه في عصر العثمانيين، بما تفسر تدهور التجاره في عصر العثمانيين. فالاجابات اللي انا هقولها دي هي دي اجابات بما تفسر. تمام؟ طيب فقال لك الزراعه، والله بص هكتبها لك برضه، تدهورت في عهد العثمانيين. ليه يا مستر احمد؟ ليه الزراعه يا حبايبي تدهورت؟ قال لك يا باشا رقم 1 اهو، اعلان السلطان العثماني نفسه مالك لجميع الأراضي في مصر. السلطان العثماني جه قال لك كل الأراضي الزراعية اللي موجودة في مصر دي ما اسمعش صوت حيوان يقول لي إنها بتاعتي، عشان الأراضي دي كلها بقت ملك السلطان العثماني خلاص. ففي الوقت ده قال لك يا باشا كان الفلاحون يزرعون الأراضي مجبورين، ولم يكن لهم الحق في البيع أو الشراء فيه. يعني ولا تقدر تبقى الأرض بتاعك، هي أصلا معروفة إن الأرض بتاعتك، فأنت صحيت من النوم لقيت فجأة الأرض ما عادتش بتاعك خلاص، السلطان العثماني خدها. تمام؟ فكان الفلاحين بيزرعوا الأرض مجبورين. يعني تخيل كده أنت شغال في حاجة ولا بتاخد منها فلوس ولا بتاعتك، او كانت بتاعك وانت ما عادتش بتاعتك خلاص، هو ما عادش بتاخد منها اي فلوس، خلاص الموضوع انتهى. تمام؟ فقال لك يا فندم كانوا بيزرعوها مجبورين، ولم يكن لهم الحق في البيع او الشراء فيه. طيب رقم 2، بعد ما السلطان العثماني طلع قال لك انا الاراضي كلها بتاعتي، رقم 2 ايه اللي حصل؟ قال لك يا فندم رقم 2 فرض الضرائب الباهظة الذي كان يجمعها الملتزم بالقوة. فرض كمان على المزارعين يا حبايبي ضرائب باهظة، ضرائب غالية جدا. يعني تخيل مثلا حضرتك بتاخد في زراعة الأرض في اليوم 50 جنيه، والضرائب في اليوم 200 جنيه وإذا كان عاجبك. يعني تخيل انت دلوقتي بتدفع ضرائب ضعف الراتب بتاعك اصلا، ضعف ايه ده، 3 اضعاف. انت بتاخد 50 جنيه وبتدفع ضرائب 200. تمام؟ طيب مين اللي كان بيجمع الضرائب من الفلاحين؟ واحد اسمه الملتزم. الملتزم ده كان بيبقى راجل غني، الخليفه واثق فيه، مش محتاج فلوس، يعني هو معاه فلوس كتير. كان ينزل يا باشا للفلاح، بعد اذنك يا ريس انا عايز الضريبه بتاعت الشهر. فالفلاح طبعا يا عيني معهوش فلوس، ما هو هيدفع ضرائب ولا ياكل عياله. تمام؟ فالفلاح اللي بيمتنع يقوم جاي
الملتزم ده قايل للرجاله هاتوه، الرجاله تقوم جايه مكلبشه الفلاح، جارينه في الارض، هاينينه قدام الناس كلها، ضاربينه بالكرباج، وساعات بيوصل للحبس وما بيطلعش يشوف الشمس تاني. تمام؟ كل ده عشان ما دفعش الضرايب. واذا كان عاجبك، ده كان نظام الحكم في الوقت ده. هم كانوا ماشيين بمبدا اذا كان عاجبك. تمام؟ فالملتزم في الوقت ده، خلي بالك تعريف الملتزم عندك. بص يا باشا، مين الملتزم ده يا حبايبي؟ قال لك يا باشا هو الشخص المسؤول عن جمع الضرائب من المزارعين او الفلاحين وتوريدها عشان الناس اللي سقط عربي يعني ارسالها الى الخليفه. الشخص المسؤول عن جمع الضرائب من المزارعين او الفلاحين وتوريدها او ارسالها الى الخليفه. وكان منصب الملتزم ده حبايب قلبي يورث الى ابنائه. يعني لو الملتزم ده مات ابنه يبقى ملتزم بعده، كلهم العيله كلها ملتزمه بسم الله ما شاء الله. طيب اول حاجه عملها، اول حاجه خربوا بيها الزراعه، ركز معايا استاذه فرخه. تمام؟ ايه ده؟ اول حاجه عملوها في تخريب الزراعه رقم واحد ان السلطان العثماني طلع فجاه قال لك ايه؟ ان الاراضي الزراعيه دي مش بتاعتكم، والله معلش الاراضي الزراعيه بتاعكم شغلناها وخسرت. تمام؟ رقم اتنين، اشتغل في الارض وانا هقبضك يالا 50 جنيه في اليوم. حلو والله يا خليفه، عاش الخليفه عاش، واخد منك 200 جنيه. يخرب بيت الخليفه، يخرب بيته. طيب مين اللي هيجمع الضرايب؟ انا مش هنزل الجيش هو اللي يجمعها، انا هجيب واحد من وسطكم غني من الطبقه العليا مش طمعان في فلوس، هو اللي ينزل يجمع الضرايب. والله يا باشا ما معناش فلوس دلوقتي، هنعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هنلبك. تمام؟ ويقوم جاي واخد الفلاح من دول موديه على الاسم يفضل يتعذب، لا تموت لا تفضل عايش جوه. طيب رقم 3 يا حبايبي، رقم 3 قال لك يا باشا اهمال تنميه موارد الدوله ومشروعات الري. احنا يا باشا مصر دي بناخد منها فلوس وزراعه بس، ولا بننمي موارد عشان الموارد تفضل كتير، ولا بنعمل مشاريع ري. طب الميه ممكن تخلص ان شاء الله عنهم، ان شاء الله يشربوا من الترعه، نعمل لهم ايه؟ تمام؟ طيب فدي كده الزراعه. حد عنده سؤال فيها؟ طيب بعد كده يا حبايبي عندي رقم 2 الصناعة. زي الزراعة بالظبط، تدهورت الصناعة في عهد تدهورت في عهد العثمانيين. الصناعة برضو كانت في الحديد في الوقت ده. طب ده بسبب ايه؟ بص بقى هعلمك لعبة. اما اجي اقول لحضرتك هو اول نشاط اقتصادي، لا الجو حر، عليها تاني. ايه يابا انت مش شايف اخوك لابس نضاره شمس؟ تمام؟ الشمس طالعه في عينه اهي. ايه يا عم انت مفتري. انا ما عرفتش. بص يا باشا ركز معايا. بص يا باشا، بص يا حبايبي، دلوقتي لعبه صغيره. الزراعه هي اول نشاط اقتصادي عندك في المنهج. تمام؟ فلو جه قال لك بعدها انت خلاص عرفت ان الزراعه تدهورت، صح؟ طب الصناعه تدهورت ليه؟ اول سبب بسبب تدهور الزراعه. تمام؟ ما هو معظم الحاجات اللي بنستخدمها في الصناعات بتتزرع، زي مثلا القطن، تمام؟ الغزل والنسيج، تمام؟ الحاجات دي كلها، ما هي لو الزراعه بايظه يبقى تربيه الحيوانات بايظه، كل حاجه بايظه. طيب عندي الصناعه، تدهورت ليه الصناعه؟ انا قلت لحضرتك اول سبب ايه؟ رقم 1 هتقول له تدهور الزراعه. تدهور ايه يا حبايب؟ الزراعه. مش فقال لك فندم عندي الصناعه تدهورت بسبب تدهور الزراعه. طيب الخليفه العثماني عمل حاجه حلوه قوي. ايه الحاجه الحلوه اللي الخليفه عملها؟ الله يبارك له يا رب وياخده مطرح ما هو ميت. تمام؟ رقم 2 عمل ايه الخليفه العثماني؟ قال لك يا باشا نقل امهر الصناع من القاهره الى الاستانه اللي هي
اسطنبول. شاف مين الناس اللي بتعرف تعمل حرف كويسه، مين الناس اللي ايديهم تتلف في حرير بالبلدي زي ما احنا بنقول كده، وقام جاي واخدهم نقلهم من مصر يا حبايبي وداهم الاستانه. طب ليه؟ قال لك يا باشا اهو للمشاركه في بناء عاصمه الدوله العثمانيه. خد احسن ناس من مصر وداهم الاستانه عشان يشاركوا في بناء العاصمه بتاعت الدوله العثمانيه اللي هي مدينه اسطنبول. طيب ايه النتيجه اللي ترتبط على الحركه اللي هو عملها دي؟ ايه يعني يا مستر؟ خد امهر الصناع، احنا بسم الله ما شاء الله المصريين كلهم بيعرفوا يعملوا كل حاجه. تمام؟ لا، ما هو لما خد امهر الصناع يا حبايبي، ما هو امهر الصناع دي مين؟ يعني مثلا لو المنطقه فيها 100 فهو بياخد ال 100 كلهم. تمام؟ فبالتالي ال 100 دول راحوا اسطنبول، صح؟ فخلاص الناس اللي هتعلم الاطفال الحرف ما عادوش موجودين. فايه اللي حصل يا فندم؟ قال لك يا فندم عندي ده ادى الى ايه بقى؟ ضعف الصناعه في مصر واقتصارها على الصناعات في مصر. عندي ضعفت واقتصرت على حاجه معينه. اقتصرت على ايه؟ الصناعات اليدويه البسيطه. ده ادى الى ايه؟ ان مع الوقت ما عادش في صناع في مصر، خلاص ما عادش في حد بيعرف يصنع حاجه، وبقت الصناعه في مصر مقتصره على الصناعات اليدويه البسيطه اللي هي زي ايه؟ زي الغزل والنسيج، زي الفخار، وزي الحصير. الحصير ده اللي هو القياس اللي بيتفرش فيه، اللي ممكن تلاقيه عند ستك مثلا، تمام؟ بس مش هتلاقيه عندكم في البيت عشان ان انت لسه صغنط. ادي كده الزراعه والصناعه. تعالى على التجاره يا حبايبي. عندي يا فندم اهو يجي لك برضك تدهورت في عهد العثمانيين، الله يخرب بيوتهم مطرح ما هم قاعدين. طيب لما اجي اقول لك بقى تدهورت التجاره ليه؟ بس اول اجابه سهله. تمام؟ فقال لك يا فندم رقم واحد عندي اهو التجاره تدهورت ليه؟ بسبب تدهور الزراعه والصناعه. بسبب ان الزراعه تدهورت وكمان الصناعه تدهورت هي كمان. طيب ايه اللي حصل يا حبايبي كمان في التجاره؟ قال لك يا باشا في نفس الوقت السبب الثاني اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح. ان البرتغاليين يا حبايبي في الوقت ده اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح. مستر احمد هم مش البرتغاليين دول كانوا ايام المماليك؟ هقول لك والعثمانيين ساعدوهم عشان يقضوا عليهم، بس ما قضوش عليهم. فلسه لازالت التجاره من اوروبا للهند بتعدي بعيد عن مصر. خلي بال حضرتك من حاجه، انت يمكن طرق التجاره انت مش فاهم هي التجاره بتاثر في ايه. بصوا حبايبي، الهند دوله الهند كانت سوق كبير قوي، الناس فيه بتشتري بفلوس كتير، فكانت الصناعات بتبقى في اوروبا وتعدي من مصر تروح للهند عشان يبيعوها هناك. تمام؟ فالهند كانت مركز تجاري حلو، الناس بتشتري فيه بفلوس كتير. فلما البرتغاليين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح، ايه اللي حصل؟ سفن اوروبا بقت بتاخد طريق اسمه الدوران حول افريقيا. تمام؟ فبالتالي السفن الاوروبيه وهي رايحه الهند ما عادتش بتعدي من على مصر خلاص. تمام؟ طيب الطريق ده طبعا ما اتقفلش، الطريق ده لسه موجود لحد دلوقتي، بس لما اتعملت قناه السويس بقى الطريق مختصر اكتر فما عادوش بيعدوا منه. تمام؟ طيب وفي نفس الوقت ادي اول سبب لتدهور التجاره، ان الزراعه بايظه والصناعه بايظه. ورقم 2 ان البرتغاليين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح. رقم 3 افتكار الامن، او افتكار الامن. افتكار يعني افتقاد، الناس اللي ساقطه تعرف. تمام؟ افتكار الامن يعني افتقاد الامن يا حبايبي.
افتقار الامن. تمام؟ افتقار الامن يعني افتقاد الامن. وتعرض القوافل التجارية لقطاع الطرق. يعني حتى التجارة في البحر باظت. طب التجارة على الأرض اللي أم جمال وحسنة دي قال لك لا باظت هي كمان، عشان كل ما حد ياخد قافلة تجارية يطلع يبيعها بره، القافلة أصلا بتتسرق منه أول ما يعدي البواب، أول ما يعدي بوابة القاهرة القافلة تتشفط، خلاص الموضوع انتهى. تمام؟ طيب عادي يا عم تفصل يا كاكا صوتي عالي. طيب فقال لك يا فندم عندي افتقار الامن وتعرض القوافل التجاريه لقطاع الطرق وعدم الاهتمام بالطرق البريه. يعني اصلا الطرق البريه كمان ما كانتش كويسه. يعني مثلا لو طلع عليك قاطع طرق مثلا مش هتعرف تجري بالحصان. ليه مش هتعرف تجري بالحصان؟ الطريق مكسر، لو جريت هتنزل على وشك. تمام؟ طيب وادي كده التجاره تمام